واش عمرك حليتي باب الدار لشي واحد بالليل ومن بعد ما مشى حسيتي بشي حاجة ماشي هي هاديك؟ ما كانش خوف وما كانش وسواس، كان غير واحد الاحساس في الداخل ديالك وتيقول ليك باللي هذا اللي حليتي ليه الباب راه ما كانش بنادم. قبل ما نبداو، مرحبا بكم في قناة ماب ستوريز، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنساوش كيف العادة، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونبداو على بركة الله. هاد القصة وقعت في 2005 وفي واحد الدوار صغير في مصر، وقريب لواحد المحافظة واللي سميتها سوهاج. هاد الدوار ما مشهورش بزاف، ولكن اللي كيعرفوا بحاجة وحدة: الديور تما كتشعل فيها العافية بلا سابق انذار، بلا سبب وبلا حتى شي تفسير. نقدروا نقولوا ان هذيك النار كتجي من والو وكتاكل كل شيء، الخضر واليابس، بنادم والبهيمه الكسيبه، اي حاجه قدامها كتاكلها. وهذا الشيء اللي وقع مع صاحب القصه واللي سميتو يونس كان قبل ما تبدا هاد الروينه ديال العافيه اللي كتشد في الديور على غفله، وكان قبل ما الناس تبدا تهرب وتهاجر من الدوار. وهذا الشيء اللي غادي نعاود لكم كاين اللي تيقول راه هو السبب في هذا الشيء كامل. وانتوما خليو لي الراي ديالكم في الاخر وقولوا لي شنو بان لكم في هذا الشيء. يونس واحد الشاب عنده 28 عام، ساكن مع باه وامه في واحد الدار اللي كانت صغيره وكانت في القنت ديال الدوار، يعني ماشي في الوسط ديال الدوار وانما كانت في الاخر ديالو. الدار كانت عاديه بنيه بالطين والحجر، هذاك البني ديال زمان، ديال بشحال هادي. باه اللي سميتو الحاج المختار كان واحد الراجل اللي كريم، ما عمرو رد شي واحد على شي حاجه جا وطلبها منه. وامه حتى هي كانت نفس الشيء، كانت واحد المراه اللي طيبه الله يعمر ليها الدار، وكيف ما تنقولوا حنايا حاجتها ماشي ديالها. ويونس حتى هو طلع كيشبه ليهم، كان واحد الشاب اللي عادي بسيط، عزيز عليه يشوف الكره، كيعجبو يسهر مع صحابو وضحوكي، وكان هازها ديما منين خفافت. حتى جات ديك الليله اللي غادي يبدا فيها كلشي. كانت ليله عاديه، من مور العشاء يونس ووالديه جالسين. باه كان تيقرا في واحد الجورنال قديم اللي كان تالف تما عندهم في الدار، وامو كتحل ولا كتغزل في الصوف، وهو جالس وكيتفرج في تليفونه. كانت الليله كالم، الدوار ساهت، وانتم عارفين الاجواء ديال العروبيه كيف كتكون بالليل، وخصوصا في البرد. واحد شويه وهما يسمعوا الدقان في الباب، بداو كيشوفوا في بعضياتهم حيت ما كاينش اللي غادي يجي عندهم. زيد عليها راه هاد الوقت هذا ماشي الوقت ديال الضياف. الحاج المختار ناض بشويه وهو كيتكى على عكازو وغادي لجهه الباب وتيقول: شكون تيدق؟ صبر صبر انا جاي. جاوبو واحد الصوت من برا وكان بحرا كيتسمع، كان صوت ديال شي راجل كبير في العمر، ولكن كان عنده صوت غليظ ما كيطمنش او لا ما كيخليكش ترتاح ليه. وغادي يجاوبو ويقول ليه: صدقة صدقة ولاد الحلال، صدقة صدقة ولاد الناس. الحاج المختار غادي يحل الباب، ويونس كان واقف من مور باه، ولكن اللي شافوه خلاهم بقاو ساكتين واحد شويه. كان واحد الراجل كبير كيف ما قلنا، ظهرو كان محني وتيبان لك يلاه يلاه قادر يوقف. كان لابس واحد جلابه بيضاء ومجرجره في الارض وعامره بالغيس والوسخ، ويديه كانوا طوال واحد شويه ورقاق. وجهه صفر تقول ما فيهش قطره ديال الدم. ولكن الحاجه اللي خلاتهم مستغربين هي عينيه اليمنيه، حيت ما كانتش عنده، كان مغطيها غير الجلد. باش تفهموا اكثر، بحال الا شي واحد خسر عينيه ومع الوقت هذاك الجلد غادي يدخل لداخل وغادي يسدها. يونس تيقول ملي حلو باب الدار غادي يضرب في وجهه واحد البرد. والحاج المختار واللي قلنا هو داك الراجل الكريم اللي ما كيرد حتى شي واحد، غادي يقول ليه: مرحبا، مرحبا بضيف الله، تفضل وقبل علينا. وغادي يمد ليه خبزه وشي دراهم. هذاك الراجل ولا هذاك السعاي غادي يمد يديه وغادي ياخذ اللي قسم الله. ما غيهضر ما غيتكلم، ما قال شكرا، ما قال الله يخلف، ما قال الله يرحم بها الوالدين، ما نطق بحتى شي حاجه. دار ومشى بحالاته. المشيه ديالو كانت غريبه وكانت ثقيله. وملي وصل للخر ديال الزنقه الكلاب كلهم غادي يتجمعوا عليه وغادي يبقاو تينبحوا. ما كانش داك النباح العادي، كانوا الكلاب بحال الا خايفين منه، وفي نفس الوقت ما قادينش يزيدوا عنده. هادشي كامل ويونس كان باقي حاضيه من باب الدار، حتى غبر الاخر في الظلام وقال مع راسو: سبحان الله، هاد الساعة هذا فيه شي حاجة ماشي هي هاديك. المهم ما حملو ما قبلو ما تخليه الخاطر. رجع يونس للداخل ديال الدار. باه كان رجع لبلاصتو وجلس يكمل قرايته في داك الجورنال، وامو ما هزاتش راسها من داكشي اللي كانت كدير فيه. يونس جلس حدا باه وقال ليه: الوالد،
ما لاحظتيش واحد القضيه؟ هاد السعاي هذا مني خرجنا لعندو ما قال حتى كلمه، بقى غير ساكت. الحاج المختار غادي يهز راسو وغادي يقول ليه: وانت كتشوف ولدي، الراجل مسكين راه كبير في العمر وباينه فيه غادي يكون مريض وما فيه اللي يهضر، والساعة لله الساعة لله. يونس غادي يجاوبو ويقول ليه: لا 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 الوالد، هاد السعاي هذا ما تخليش لخاطري، او السيد ما قال الله يخلف، لا الله يرحم بها الوالدين، وما قالش حتى بسم الله ملي خدا الصداقه. وبنادم اللي كيطلب اصلا راه ما كيديرش بحال هكا. الحاج المختار بدا كيفكر واحد شويه في هادشي اللي قال ليه ولدو، وغادي يجاوبو بواحد الطريقه بحال الا كيدور فيه، وغادي يقول ليه: وانت مالك؟ انت مالك هاز ليه الهم لهاد الدرجه؟ يدبر راسو، حنا عطيناه داكشي في سبيل الله، والنيه ما تيعلم بها غير الله. صافي قلب عليا هاد الموضوع. اما واحد مو راه ما كيناش معاهم اصلا، هي كانت باقا مقاتله مسكينه غير مع ديك الصوفه اللي عندها في يديها. يونس هذيك الليله ما داهش النعاس، بقى غير كيفكر كيفاش الكلاب كانوا خايفين منه وما قادينش يزيدوا لعنده، وهو عارف الكلاب ديال الدوار قباح شي شويه. ما عليناش، لا غدا ليه غادي يرجع عندهم داك السعاي في نفس الوقت وبنفس الطريقه باش دق عليهم الباب الليله اللي فات. غادي يعاود يدق وغادي يقول نفس الجمله. صدقة صدقة ولاد الحلال، صدقة صدقة ولاد الناس. ورجع من موراها ما مرة ما جوج، كان تيجي 3 خطرات في السيمانة، وديما بالليل وديما نفس التوقيت تقريبا. الحاج المختار في كل مرة كان كيحل ليه الباب، كان كيعطيه داكشي اللي قسم الله، مرة الخبز، مرة فلوس، وشي خطرات تيعطيه حتى الحوايج القدام. ولكن الغريب في الامر هو انه كل مرة تياخد شي حاجة ما تيقول والو وما تينطق بتا شي حاجة، كيبقى غير ساكت. يونس كان كيبقى حاضر وكل مرة كان كيلاحظ نفس الحاجة، هو باللي هاد السعاي ما كيذكرش الله ولو حتى بكلمة وحدة، ولو حتى عن طريق الخطأ. واحد المرة يونس بغى يجبد معاه الهضرة وغادي يسولو، قال ليه: منين انت الحاج؟ بقى كيشوف فيه وما جاوبوش. هو يسولو عاوتاني وقال ليه: شنو سميتك؟ بقى كيشوف فيه وهاد المرة حتى هي وما جاوبوش. فاش ما بغاش يجاوب يونس جا الحاج المختار وسولو حتى هو وقال ليه: منين انت سيد الحاج؟ الراجل الكبير ولا هاد السعاي غادي يجاوبو بواحد الصوت اللي كيخلع وبواحد الملامح اللي ما مفهوماش، وقال ليه: أول حاجة ما تبقاش تسول على الحاجة اللي ما عندك بها علاقة، والمهم أنا غير من هنايا. ومن بعد غادي يسكت وغادي يدور ويمشي في حالاته. يونس فاش سمع هاد الجواب حس بواحد البرد ضربو وبدا كيسول راسو: كيفاش من هنايا وهو ماشي من الدوار، وحتى واحد ما تيعرفو وما عمر شي واحد شافو من قبل، وزيد عليها الكلاب كو كانوا كيعرفوه ما غاديش يبقاو ينبحوا عليه كل خطره وهما خايفين منه. هاد الكلاب هادو بحال الا عارفين شي حاجه حنا ما عارفينهاش، اولا كيشوفوا شي حاجه اللي حنا ما كنشوفوهاش. في واحد الليله يونس كان سهران بوحدو والدار كانت كالم، باه ومو كانوا مشاوين يعسو، وهو جالس غادي يجيه واحد الاحساس باللي هذاك السعاي العور واقف قدام الباب. هو راه ما شاف والو وما سمع والو، كان غير احساس وصافي. ناض بشويه وهو يشوف من واحد الشرجم اللي كيطلع على برا، وفعلا غادي يشوف هذاك السعاي كان واقف قدام الباب، ما كيتحرك وما كيدير والو، كان غير واقف في الظلام وعطي وجهه للباب. يونس فاش شاف داك المنظر غادي يجمد بلاصتو، ولكن تشجع ومشى باش يحل الباب. فاش حل الباب ما غادي يلقى والو، الزنقه كانت خاويه، كان سكات، كان كيسمع غير الكلاب كينبحوا ومن بعيد. داز ديك الليله وجا لا غدا ليه، وكيف العاده غادي يجي هداك الساعه العوار في نفس التوقيت وغادي يدق الباب. الحاج المختار مشى باش يحل الباب ويونس واقف من مرباه، وملي حلوا الباب شافوا هداك السعاي العور. يونس مشى جاب داك الشيء اللي قسم الله عطاه للسعاي. هداك السعاي كيف العاده خداو وما قال والو. يونس هنايا ما صبرش وغادي يبدا يغوت عليه وقال ليه: وقول غير بسم الله، قول غير بسم الله فاش تاخد شي حاجه. هداك السعاي هز راسو بشويه من الارض وشاف في يونس بديك العين اللي مازال عنده واحد الشوفه. يونس كيقول باللي ما عمر شي واحد دار فيه شي شوفه بحال هادي. ما كانت الشوفه ديال واحد محتاج، كانت شوفه ديال واحد كيعبرك كيف ما تنقولوا، شي واحد اللي حاقد عليك كيشوف فيك شي حاجه انت ما كتشوفهاش في راسك. يونس هنايا حس بالدم بدا تيهرب ليه من وجهه وبدا كيتعصب، وهو ما فاهمش علاش ولا كيفاش بدا كيغوت عليه. قال ليه: علاش ما كتجاوبنيش؟
راك كتجي تاخد غير الصداقه ومن الفوق انت ما مربيش. لا شكرا، الله يرحم بيا الوالدين. بحال الا كتسالها لينا. الحاج المختار غادي يجر ولدو، غادي يدور فيه، غادي يبدا يغوت عليه، وغادي يطلب السماحه من داك الساعي. صافي عطاوه داكشي اللي قسم الله، وكيف العاده هداك الساعي خداها وما قال حتى كلمه ومشى بحالاته. ولكن من داك النهار هذاك العور ما عاودش رجع لعندهم. من هاد النهار يونس بدا كيحس بواحد الراحه، ولكن ما غاديش تطول، حيت الكلاب ديال الدوار مازال كينبحوا في نفس الوقيته ونفس الايام اللي كان كيجي فيها داك الساعي لعندهم. من بعد 15 يوم من اخر مره جا فيها، يونس كان جالس في بيته وهو يسمع واحد الغوته ديال مو جايه من الكوزينه. مشى كيجري باش يشوف شنو طاري، وهو يلقى واحد العافيه كبيره وشاده في كاع الخشب اللي كاين تما. ولكن الحاجه اللي ما مفهوماش هو راه ما كاينش شي سبب منطقي لهذيك العافيه، حيت مو ما كانتش كطيب شي حاجه فوق البوطه مثلا. وحتى من الضو عيطوا لواحد تريسيان باش يشوف، لقى كلشي مزيان، وحتى واحد ما فهم هاد النار هادي منين جايه. يونس تيقول باش تفهمو اكثر هو ان هذيك العافيه بحال الا كانت كتشعل في القلب ديال الخشب من الداخل، عاد كتخرج لبرا. وهذا الشيء اللي خلى دماغه غادي يحبس، حيت ما فهم والو. من بعد هاد الحادثه هادي يونس بدا كيحلم راسو واقف واحد الزنقه مظلامه، وهذاك السعاي واقف قدامه، وكيبقى غير ساكت وحاضيه بديك العين اللي من موراها بزاف ديال الهضره. شويه غادي يهز ديك الجلابه بشويه، وهنايا يونس غادي يشوف باللي ما عندوش رجلين ديال بنادم، وانما كانوا بحال الفراقش ديال البهيمه، وكانوا كحل وكبار. يونس كيبغي يجري، رجليه ما كيتحركوش، السيد جامد كيبغي يغوت، صوتو ما كيخرجش. وهداك السعاي كيبدا شويه بشويه تيقرب منه، ومره واحده يونس غادي يفيق مخلوع وغادي يبدا يغوت ربي اللي خلقه. كان تيحلم بهذا الشيء في نفس الايام اللي كان كيجي فيها داك السعاي، ونفس الحلمه كتبدا تتعاود كل مره. دازت الايام ويونس بحال غادي يولف هذا الروتين، غادي يولف هذا الرعب هذا اللي ولا كيفيق به وكيناس عليه. ولكن الحاج المختار بدا كيمرض. في الاول كان داك الشيء عادي، غير العيا وما كينعش مزيان وما عندوش الشهيه. ولكن شويه بشويه الحاله ديالو غادي تولي صعيبه وما مفهوماش، ولات عنده السخانه وداتو كلها كضرو. مشاو داروا التحاليل ولكن كلشي كيلقاوه مزيان. بقى يونس كيدور بباه من سبيطار لسبيطار ومن طبيب لطبيب، ولكن مع الاسف ما كاين حتى شي نتيجه. يونس كان كيشوف باه كيضعف قدام عينيه نهار مورا نهار، ولكن راه الغالب الله ما عنده ما يدير، العين بصيره واليد قصيره. من بعد شي ايام قلال الحاج المختار غادي توفاه الله يرحمه. الجنازه كانت كبيره والدوار كله تجمع وجا. كيف ما احنا عارفين الحاج المختار كان واحد الانسان اللي راجل مزيان، واحد الانسان طيب، الله يعمر ليه الدار وخيره كان سابق على الدوار كامل. ما عليناش. يونس وقف بجنب القبر ديال باه، وحالته حاله نتوما عارفين الانسان فاش تيخسر الاب ديالو كيفاش تيكون. وهو واقف غادي يشوف ما بين الناس اخر حاجه كان كيتمنى اولا كان كيتوقع انه يشوفها. غادي يشوف السعاي العور واقف بعيد، والناس كيدوزو من حداه وحتى واحد ما تيهضر معاه، بحال الا ما تيبانش ليهم اولا بحال الا كيشوفو غير هو. وكان لابس نفس الجلابه نفس الشكل، وكان واقف وحاضر الجنازه من بعيد وما كيدير حتى شي حركه، غير واقف وتيشوف. يونس غادي يشد في يد واحد من صحابو وغادي يقول ليه شوف ليه ماشي هذاك هو السعاي العور اللي عاودتك عليه؟ غير شوف اصاحبي، شوف بالزربه شوف. صاحبو غادي يدور راسو وما غادي يلقى والو، وغادي يقول ليه صراحه خويا ما بان لي والو، ما كاين والو اخويا يونس. يونس غادي يبدا يغوت وتيقول راه كان هنا، راه كان واقف هنا، عباد الله عباد الله راه كان واقف هنا. الناس غادي يبداو كيشوفوا فيه بواحد الشفقه، وغادي يبقى فيهم وتيقولوا لبعضياتهم لا اله الا الله، الولد مازال ما متيقش باللي باه مات، الله يكون معه. هنايا يونس غادي يتعصب وغادي يبدا تيقلب عليه بين الناس شويه، وهو غادي يجمد بلاصتو حيت غادي يسمع الجمله الشهيره: صدق صدق ولاد الحلال، صدق ولاد الناس. داز داك النهار باش ما عطى الله. ومن بعد واحد الشهورة يونس غادي يخرج من الدوار حيت جاتو واحد الخدمه في المدينه، وحاول مع امو باش تمشي معاه. هي كانت ديما كتقول ليه باللي مستحيل نخرج من الدوار، وزيد عليها ولدي ما غاديش نعرف نعيش في المدينه.
كان يونس مرة كيصوني عليها باش يسول فيها، يعرف مالها، واش ناقصها شي حاجة، وهي ديما كتقول ليه الحمد لله ولدي ولله الحمد، الحمد لله ونشكروه. غير راني مازال كنسمع مرة الكلاب كيبداو ينبحوا في نفس الوقيته اللي كان كيجي فيها داك الساعي، وباللي راني كنبدا نحس بحال الا شي واحد تيكون واقف قدام الباب. يونس غادي يطمنها وغادي يقول لها باش من مول المغرب ما تحل الباب لتا شي واحد، وياها تحل الباب لشي واحد. من بعد 3 ايام يونس خاطرو ما غاديش يهنيه، وغادي يمشي للدوار باش يشوف مو ويجلس حداها شي ايامات. واحد النهار غادي يخرج للقهوه باش يجلس مع واحد صاحبو اللي كان سميتو رشيد. بداو كيهضروا شويه، غادي يقول ليه رشيد تعقل يونس على الساعه اللي قلتي لي عليه؟ يونس غادي يقول ليه عاقل مالو. هنايا رشيد غادي يقول ليه راه كاين واحد السعاي بحالو، راجل كبير عنده عين وحده وكيبدا يدور وكيطلب الصداقه. يونس ما هضرش، بقى غير كيشوف فيه. رشيد هنا غادي يكمل وغادي يبدا كيوصفو ليه، وكان نفس الساعه اللي كان تيجي عندهم للدار، نفس الجلابه، نفس الشكل، وحتى من الجمله اللي كان كيطلب بها هي. صدقة صدقة ولاد الحلال، صدقة صدقة ولاد الناس. يونس غادي يسولو وغادي يقول ليه هاد السعاي هذا واش عمرك سمعتيه كيذكر الله؟ رشيد هز راسو وقال ليه صراحه انا ما تلاقيتش به بزاف، ولكن لا. وزيد عليها في واحد الليله كنت خارج قبل الفجر باش نمشي نصلي، ولقيته واقف قدام الباب. عطيته اللي قسم الله ودخلت باش نجيب شي حاجه يلبسها، وانا لداخل غادي نسمع الصوت ديال الاذان. فاش خرجت باش نعطيه الحوايج ما لقيتوش. اغبر مره وحده يا خويا، عييت نقلب عليه وتقول يا صاحبي تقول الارض تحلات وسرطاتو. يونس غادي يخاف على امو وغادي يقول لها باللي غادا تمشي معايا للمدينه وما تقولي ليش لا، وبقى معاها حتى قنعها. يونس دابا راه عنده 40 عام، عنده دار، عائله، وليدات، ولكن هذيك الحلمه ولا هذاك الحلم باقي كيشوفو بنفس الطريقه وفي نفس الايام اللي كان كيجي عندهم داك الساعه العور، وبنفس التفاصيل. وكل مره تيفيق كيسمع نفس الجمله في ودنيه: صدقه صدقه ولاد الحلال، صدقه صدقه ولاد الناس. وهذه كانت هي القصه ديال يونس والسعاي العور. وتنبغي نشكر اي واحد وصل لهاد الدقيقه في الفيديو، وما تنساوش ديك لايك وكومنت، ونشوفكم فيديو جديد مع قصه جديده. السلام عليكم.